طبعا شاعر أنت ما قصرت، وقصيدتك جميلة ومعبرة، وطبعا ما شاء الله تحتوي على ماضي وحاضر ومستقبل. هي كانت مجرد محاولة أن الواحد يعني يعبر عن أو يعني يخلد هذه الذكرى. دولة الإمارات الحمد لله تاريخ يدرس لبقية الأمم، نعم. وكذلك تاريخ يدرس لأبنائنا قبل ما نعلم صحيح. الغير، ومدرسة نستفيد منها الكثير من التجارب. زايد الله يرحمه أضاف الكثير لهذه الأرض ولهذا الشعب، ومن بعده خليفة يستمر على نفس المنهج، نعم. وبنفس العطاء وبنفس الحماس، وأخوانهم والشيخ محمد الله يطول بعمره ويبجيه وأبنائه من بعده يعكسون للعالم حب هذا القائد والقادة لهذا الشعب، وكيف نحن نستطيع أن نراهن على شعوبنا أمام الآخرين. الحمد لله المسؤوليات اللي يوليها الشيخ محمد والشيخ خليفة للبقية أو للشباب الصاعدين الآن والطالعين تدل على أن نحن بإذن الله موجودة. نعم، ثقة من القيادة موجودة، وأمامنا مستقبل بإذن الله مزدهر. بإذن الله. نحن اليوم في 40، وإن شاء الله سننتظر 41 وما يتلوه إلى 50 إن شاء الله. إن شاء الله. وأعتقد اليوم الذهبي راح يكون شيء مختلف إن شاء الله. بإذن إن شاء الله. الله. بإذن طبعا الله. كلها تطلعات نعم. إلى المستقبل، ومستقبل باهر إن شاء الله. نعم. ودولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله دائما في ألف خير. امين يا رب. طبعا شاعرنا الاماراتي عبد الله الخياط، شكرا جزيلا لوجودك ويانا اليوم، وكل عام وانت بالف خير يا رب. كل عام وبلدنا بخير، الامارات بخير، الشيخ خليفه بخير، الشيخ محمد بخير، وكل اخوانهم بخير ان شاء الله، وانتم جميعا بخير. وانا اشكر صراحه مؤسسه دبي للاعلام على هذه الفرصه اللي اتاحتها لنا، وكل عام ووطننا الحبيب ان شاء الله. امين يا وإياكم رب. إن شاء الله. شكرا وإياكم. جزيلا لك.